إلا ما الهدف من التدخل في شؤون مغربية؟ مثلا الصحراء قضية مغربية، لماذا تتدخل بها الجزائر منذ البداية؟ لماذا تدعم يعني جبهة أخرى؟ القضية ممكن العالم العربي أن يتدخل لحل المشاكل. لو كانت الجزائر تريد أن تحل هذه المشكلة كان بالإمكان أن تحل، ولكن أن تدعم جهة مسلحة تريد الانفصال، والصحراء معروفة تاريخيا مغربية وأسبانيا سلمتها إلى المغرب، شقيقين ويتشاركان في كل شيء تقريبا باستثناء السياسة ربما. أولا عيد مبارك للأمة العربية والإسلامية بعيد الأضحى، ونتمنى أن يعني تكون هذه مناسبة من أجل يعني طي صفحة الخلافات والانقسامات والكثير من المشكلات المستعصية، ومن بينها الذي أشرت له زياد، وهو هذا الخلاف الحاد بين الجزائر والمغرب، والذي تصاعد بشكل غير مسبوق خلال السنتين الأخيرتين في الحقيقة بطريقة تكاد يعني وصلنا فيها إلى الحديث لأول مرة منذ 3 عقود عن حرب محتملة بين البلدين. نعم. وهذا يعكس حالة الخلاف الشديد والصراع الذي تم تصعيده إلى مستوى غير مسبوق. والحقيقة وإن كان زياد دعني أسحب القاعدة الأولى العامة التي في الحقيقة تميز المشهد العربي على هذا الخلاف المغربي الجزائري، أنه يعكس حالة المنطقة بصفة عامة المنقسمة على نفسها، التي تعيش أزمات معقدة ومركبة، ولكن بالتأكيد أنه هو خلاف يعني يتحمل مسؤوليته بالدرجة الأولى النظامين، لأنه في نهاية المطاف الشعبين المغربي والجزائري شعبين شقيقين باستمرار يعبران على أنهما ينتميان إلى جغرافيا واحدة، إلى التراب الواحد والتاريخ الواحد والماضي الواحد والهوية الواحدة والثقافة الواحدة والدين الواحد. ولكن للأسف الشديد أحيانا يتم تغذية هذا الصراع طبعا بأدو أحيانا بعناصر أيضا خارجية تؤججه، ولكن يغذى حتى داخليا من قبل سلطتين ونظامين لإدارة أوضاع داخلية من أجل إحكام السيطرة الداخلية، من أجل السيطرة على الوضع الداخلي. يتم استعمال شماعة التهديدات الخارجية من أجل يعني السيطرة على الوضع والتحكم فيه وتأجيل كل الاستحقاقات الداخلية في الديمقراطية والانتقال الديمقراطي والتغيير والتنمية والانتخابات الشفافة لصالح منظومة مستحكمة في البلدين. يعني ولذلك يعني ليس غريبا أن نرى هذا الصراع متصاعد في ضوء عودة يعني منظومة حكم تسلطية أكثر من السنوات الماضية خلال هذه الفترة، سواء في المغرب بإزاحة حزب بطريقة مثيرة للتساؤل إلى حد الآن من المشهد الانتخابي لا صلة لها بالديمقراطية والعملية الديمقراطية، وأيضا في الجزائر عملية جاءت نتيجة حراك شعبي وقع الالتفاف عليه، ويعني عودة المنظومة التحكم والسيطرة بشكل جديد. طيب دكتور محمد قواس، يعني من المفترض أنه أي نظام أو أي دولة تتخذ قراراتها في السلم أو في الحرب أو في معاداة دولة أخرى أو في الصراعات السياسية أن تنظر بعين الاعتبار إلى مصالحها الوطنية، المصالح الشعبية وما إلى ذلك. أين المصلحة الوطنية في هذا الصراع المغربي الجزائري لدى البلدين؟ تحياتي لك ولضيوفنا كمان مشاركين معنا، وكل عام وانتم بخير.
طبعا سؤال يعني جدير بالانتباه، لكن يعني ربما لا نتحدث عن مصالح وطنية، لأنه لا حدا يعتبر أنه هذا الخلاف هو خلاف وطني لمصالح وطنية. هي وجهة نظر جزائرية، وجهة نظر مغربية، لها علاقة أيضا بطبيعة النظامين التي لطالما كانت متناقضة منذ يعني حرب الرمال في بداية أعتقد في الستينات. نعم. مرورا بانتماء كل طرف إلى معسكر سياسي دولي أيام الحرب الباردة. الجزائر كانت في مكان والمغرب كانت في مكان آخر، وانتهاء بالنظام الملكي والنظام الجمهوري، وتناقض النظام الملكي والنظام الجمهوري. طبعا كمان هناك تناقض في ثقافة كل بلد وفي تقاليده السياسية. ثانيا أن هذه العوامل التي تتحدث عن الثقافة الواحدة واللغة الواحدة والدين الواحد، كلها هذه عوامل نظرية لكنها ليست كافية لإنتاج وئام. يجب الاعتراف أن الوئام بين الدول هو وئام المصالح، بالتالي هذه المصالح غير متوفرة حاليا. ولو كان لم يكن هناك يعني مشكلة اسمها مشكلة الصحراء، لتم اختراع مشكلة أخرى لإدامة هذا الصراع الموجود حاليا، الذي يبدو أن هناك من يستفيد منه سواء في هذا البلد أو ذاك. لكن على الأقل يجب الاعتراف أن الطرف المغربي بشخص الملك المغربي قدم مجموعة من المبادرات، قدم مجموعة من الدعوات لطي صفحة الماضي ولفتح الحدود بين البلدين وللذهاب إلى، وحتى أعتقد في أيام الرئيس بوتفليقة ذهب الملك شخصيا لحضور إحدى الفعاليات. بالمقابل كان دائما الرد الجزائري سريعا ومتسرعا ربما في كسر وفي قطع هذه الأمور. أيضا الوضع العربي كان غائبا، العرب ليسوا لها علاقة بهذا الخلاف، لم يتدخلوا في هذا الشأن. كان هناك يعني ممثل أممي وممثل أمريكي يوما ما، لكن العرب كما هو العادة حاليا، أين العرب من المسألة الليبية أو المسألة السورية أو المسألة السودانية أو مسألة، فهم ربما مستقلون في هذا الشأن. الخلاف لن ينتهي، لأنه حتى الآن ليس هناك مصلحة للأنظمة بأن تنهي الخلاف. لكن أيضا ربما المفروض أن يكون لدى الشعبين فعاليات معينة إذا أمكن لهذه الفعاليات أن تعمل لكي تبقي على هذه الصلة الدائمة بين الشعبين بشكل كامل، على الرغم من كل العوائق الحدودية والسياسية والإعلامية التي تمنع هذا الوصل بين الجزائر والرباط. نعم. طيب دكتور حميد الكفائي، يعني إضافة لهذه الأزمة المستحكمة بين الجزائر والمغرب، بعد الربيع العربي كما هو معلوم فتحت جراح جديدة في المنطقة المغاربية، تونس بعد 10 سنوات من الحراك السياسي الديمقراطي بعد الثورة، وإذا بانقلاب قيس سعيد. ليبيا بعد الثورة أيضا دخلت في مرحلة صراعات بينية تغذى بشكل أو بآخر من الخارج. كيف انعكس هذا الصراع المستحكم المغربي الجزائري على هذه الأزمات الجديدة؟ تحية لك وللضيفين وعيد مبارك للجميع. في الحقيقة الصراع المغربي الجزائري أقدم من الربيع العربي، لكنه تفاقم بسبب الربيع العربي، بسبب ليبيا وكذلك تونس، وبالتحديد ليبيا، لأن ليبيا محاذية للجزائر، والجزائر تخشى من أن تتوسع العمليات الإرهابية، أن ينعكس القلق في ليبيا على الوضع الجزائري. ولكن المشكلة بين المغرب والجزائر يبدو تاريخية، وهي ليس سياسية وليس في مصلحة لا المغرب ولا الجزائر، ولا يمكن أن نساوي بين الجزائر والمغرب في هذه المسألة. المغرب دولة فيها قدر من الحرية، قدر من الديمقراطية، فيها انتخابات، وقد فازت الأحزاب الدينية والإسلامية، وهناك على الأقل رئيسا وزراء من الحزب الإسلامي في المغرب. في الجزائر هناك حالة ثورية ما زالت قائمة، والجزائر تتوجس شرا حتى من السياح العرب. يعني أنت عندما تريد أن تذهب إلى الجزائر
عليك أن تستحصل فيزا، وليس من السهولة أن تحصل على فيزا على الساحل العربي. لذلك الوضع الجزائري ربما النظام، يعني النظام الجزائري الذي يستحوذ عليه حزب واحد منذ التحرير حتى الآن، هو جبهة التحرير الوطنية الجزائرية، هو يرى أنه من خلال هذه الأزمات يمكنه أن يثبت سلطته في الجزائر. وإلا ما الهدف من التدخل في شؤون مغربية؟ مثلا الصحراء قضية مغربية، لماذا تتدخل بها الجزائر منذ البداية؟ لماذا تدعم يعني جبهة أخرى؟ القضية ممكن العالم العربي أن يتدخل لحل المشاكل. لو كانت الجزائر تريد أن تحل هذه المشكلة كان بالإمكان أن تحل، ولكن أن تدعم جهة مسلحة تريد الانفصال، والصحراء معروفة تاريخيا مغربية وأسبانيا سلمتها إلى المغرب. قضية الجزائر حقيقة يعني ليست في مصلحة الجزائر وليست في مصلحة الشعب الجزائري على الإطلاق، وهناك عدم استقرار تثيره مثل هذه القضايا، مثل هذه النزاعات، وهذا العداء غير المعقول، العداء الجزائري للمغرب، وغير المبرر. كان بالإمكان النظام الجزائري أن يطور ديمقراطية مثلا داخل الجزائر، أن ينمي الاقتصاد، أن يستفيد من الأوضاع الدولية. الآن الجزائر بلد غني بالطاقة وبإمكانه أن يزود أوروبا مثلا بالغاز. بإمكان الجزائر أن تستفيد من كل هذه الفرص، ولكنها رغم ذلك تحاول افتعال مشاكل هنا وهناك لأسباب ربما تخص جبهة التحرير. نعم.